السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم مايكلام يوتيوبرات اللي كتوفر لكم كل ما هو جديد ومفيد. قبل ما ندخلوا في تفاصيل الموضوع ديال اليوم، اذا كنتي اول مره كتشاهد القناه مرحبا بك في العائله، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك. موضوع اليوم غادي نتكلموا على علاج الاسهال الحاد والمزمن. هذا الدواء اللي سميتو لوبيريون 2 ملغ كيحتوي على الماده الفعاله لوبيراميد، وكيستخدم لعلاج الاسهال الحاد والمزمن، أولا كيسيطر على أعراض الإسهال الحاد البالغين والأطفال فوق 8 سنوات، الناس اللي كيسافروا وكيكون عندهم لا دياغي. واحد الدواء كيستخدم لتخفيف أعراض الإسهال المزمن المرتبط بأمراض الأمعاء الالتهابية اللي عند البالغين. دونك طريقة الاستعمال ديالو للبالغين في حالة الإسهال الحاد كتبدا الجرعة ب4 ملغ اللي هي قرصين بعد ما كيجيك داك الاسهال، ومن بعد 2 ملغ اللي هو قرص واحد. دونك ما كتجاوزوش 16 ملغ يوميا. دونك كنحترموا الجرعه ديالنا. بالنسبه للاطفال فوق 8 سنوات حتى ل 15 سنه اللي كيكون عندهم اسهال حاد كيبداو بكبسوله وحده اولا حبه وحده، من بعد كيزيدوا حبه وحده بعد كل اسهال. كيتجاوزوش 6 كبسولات في اليوم. دونك في حالة الإسهال المزمن الجرعة الأولى كتكون كبسولة وحدة يوميا. دونك من الآثار الجانبية ديالو اللي هو يقدر يجيك تقية، واحد الدوخة خفيفة، جفاف في الفم، إمساك، انتفاخ في البطن. دونك من موانع الاستعمال ديالو الأطفال اللي قل من 8 سنوات ما يستخدموش هاد الدواء، اللي عنده حساسية لوبيراميد او من المكونات تاع الدواء، اللي عنده الم البطن ما كيكونش مصحوب واحد الاسهال، دونك كيكون عنده غير الم البطن، دونك ممنوع عليه الدواء. واللي كيكون عنده دم في اليديشي ديالو ولا ارتفاع في درجة الحرارة. دونك العبوة كيجي فيها 20 جولول، 20 حبة. الثمن ديالو غتلقاوه بيان سور في لا فارماسي 21 درهم. بالنسبة للنساء الحوامل واللي كترضع ما كنصحش باستعمال ديالو هاد الدواء خلال فترة الحمل او لا في الرضاعة حتى تستشري الطبيب ديالك. من التحذيرات اللي كنحذر بها اللي هو اذا كنتي خديتي واحد المضادات اللي هي حيوية واللي هي اللي تسببت لك في الاسهال، دونك هذا من الاحسن ما تستعملوش هاد الدواء. نصيحة انه ما تستعملوش هاد الدواء بشكل مطول، يعني دائما خاصكم تستعملوه الا كان عندك واحد الحاد واحد الاسهال. نتمنى تكونوا استفدتوا. اذا كان عندكم شي تساؤل ما تنساوش تخليوه لي في تعاليق، وما تنساوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد، وتخلوا لي الجيم اذا عجبكم الفيديو. معلي غنقول لكم تهلاو في راسكم حتى الفيديو جديد ان شاء الله. مع السلامة.